من بعد هذا قال يسوع قال لهم: أنتم طلبوا ليس لأنكم تطلبوني ليس لأنكم شفتوا آيات، بل لأنكم كلتوا من الخبز وشبعتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، في هذه الحلقة سنتعرف على المتنصر والمنصر داود، وهو أقدم متنصر مغربي، وهو حاليا يقدم برامج وحلقات عن التنصير بالدارجة المغربية، وفي بعضها يشرح الإنجيل المحرف والكتاب المقدس بطريقة مضحكة على قناة الموت التنصيرية. داود تنصر سنة 1971 فصار قسيسا ومنصرا بعد أن كان شمكانا حشاشا مدمنا على المخدرات، كما سيعترف لكم بعد قليل. فقد كان يبحث عن حل لأزمته وبطالته بعد أن يئس من الحياة، وكان يفكر في الانتحار بعد أزمته النفسية والأسرية والاقتصادية. ومما ذكره عن أزمته في لندن أنه كان يبكي من الجوع، فجاءه الفرج بعد أن تعرف على فتاة منصرة دلته على طريق الخلاص، أو بالأحرى كما نقول بالدارجة المغربية دلته على طريق الخلاص. فلنترك داود يروي قصة تنصره في هذا الفيديو القديم الذي أنتجته قناة تنصيرية قبل أكثر من 10 سنوات. ايوا، كتعرف شويه باري؟ نعرفها شوية. واه امتى جيتي المرة الأولى هنا؟ المرة الأولى في 69. ياك. ولكن من بعد كنت كنجي لهنا. هكذاك رجعتي ليها. ايوا. وانت من وجدة ياك؟ تولدت في وجدة، ولكن كبرت في واحد القرية قدامها سميتها جرادة. كنسمع بها. ايوا في 63 رحنا للدار البيضاء، كنا في بنجدية حتى 69 وبديت نسافر. ياك وليتي بيضاوي. واش غادي نديرو؟ مغربي يعني. واه. ايوا، واش درتي زعما كبرتي في الدار البيضاء دوزتي فيها حياتك كلها؟ لا، منين رحلنا في 63 مشيت للثانوية، ثانوية محمد الخامس. تماك درست حتى سنة 67 ولا 68 وطردوني من الثانوية. جراو عليا. كنتي كسول ولا كيفاش؟ يعني لا ماشي كسول، ولكن ايوا قالوا بان كنت كندير الفوضى. كنت شويه صعيب زعما شي حاجه بحال داك الشيء. والمهم بقيت هذيك العامين ولا 3 سنين بلا خدمه بلا شهاده حتى ل 71. طارت لي ضربني داك الشيء، طلع لي الدم للراس حيت ما لقيت لا خدمه لا والو. كتعرف مع داك الحشيش والصداع مع العائله والشارع سي نورمال. ايوا كانت اوروبا كتجينا بحال الجنه، فرنسا انجلترا. جيت لهنا لباريس اول مره، ولكن لقيت الدنيا بارده. كنت ناوي باش تبرك هنا؟ ماشي بزاف. ايوا، كيفاش كانت الحياه في البلاد؟ ولا اخي بحال اللي قلت لك 67 طردوني من الثانويه، ما كانت لا خدمه ولا ردمه بحال اللي كنقولوا، لا شهاده ولا امل في هذه الدنيا ولا حتى المعنى ديال هذه الحياه، غير الزنقه والتخمم. كنخمم شنو غادي ندير، شنو غادي يحدث في هذه الدنيا، وما عرفت والو. وهذيك هي دبرت حتى شديت جواز السفر الباسبور، بديت كنسافر بالسطوب. الجزائر، تونس، طلعنا للطاليان، حوسنا هنا في اوروبا بالسطوب. وفي ذاك الوقت كانوا الشبان والشعر الطويل، ويعني كل اللي كان ونعس فين كان، ديك الحياه ديال الهيبي. ايوا بدينا كنتحشوا الكيف وكاع داك الشيء. ودازت شي مده وتبليت بالكيف، ومع ديك الحياه كرفس بديت كنشعر اذا انا صدقت بحال هكذا راه
لانني تركت الدين ديال والديا. ايوا في هذا الباطو هذا كنتي مشيتي للانجليز؟ نعم، في هذا الباخره يعني مش هذه نيت، ولكن كانت بحالها شويه صغيره عليها. هي كتنفخ على هذوك اللي تحت، ديك الكرات، دوك النفاخات. كاين النفاخ، هذوك الخنشات اللي كينتفخوا بالريح، وهاد الفلوكه كتزلق على الماء. وداود ملي كنتي هنا في لندن كنتي قلتي لي ديك الايامات ديال الهيبي كنتي كتجي لهاد الساحه هادي اللي معروفه بترافالغر سكوير، وكنتي انت براسك هيبي. كيفاش كنتي كتعيش في ذاك الوقت انت؟ وبصح كنت كنجي لهنا لهاد البلاصه كتسمى ترافالغار سكوير، اما هيبي الحياه فبديتها في المغرب. الدار البيضاء كنت كنمشي بالسطوط حتى لمراكش. في مراكش كنا كنتحشوا، نشريو الكيف، ناكلوا الحريره واللي كان، وتما كنا كنجتمعوا كاع هاد الاجنبيين المغفلين لابسين الكسوه مزوقه وهاز الخنشه على كتافو، كنسافروا من مراكش الى اخره. تما بديت نتعلم هذه الحياه ولا ديك الحياه ديال الهيبي. يعني ما تديهاش في الحياه وغير سافور وروح من مكان لمكان. ولكني اش كنتي كتجي دير هنا؟ بصح ملي كنت كنجي لهنا، ملي جيت لندن وجيت لهنا كنت كنجي بعد اولا كنت كنستنى الوقت باش نمشي نخدم، لان ما كنتش كنخدم ماشي بعيد من هنا. واحد المطعم كنت كنغسل الطباسه في ذاك الريستوران، وكنت كنجي لهنا نستنى الوقت حتى يجي الوقت الساعه باش نمشي. وخلال الانتظار كنت نجتمع مع شي دراري ولاد انجليزيين، ولاد وبنات وفرنساويين، وهنا كنا كنتحشوا، كنا كنشريوه هنايا، وهنا كنا كنتحشوا، كنجيو بحال هكذا كيمدوا لي في اليد ولا تحت شي جورنال ولا شي حاجه، وهنا كنتحشوا وكنفوتوا وقيته. ما كانش بزاف الناس بحال هكذا في ديك 71 سنه 71 72. في ديك الساحه اللي كنا فيها دابا كنتي كتمشي لها تسنى الوقت ديال الخدمه، ومن بعد كنتي كتجي لهنا لهاد الريستوران اللي كنتي خدام فيها. واش كنتي كدير فيها؟ شنو الخدمه؟ كنت كنغسل الطباسه. واش كاين شي حل خدمه اخرى شي مغربي يقدر يديرها في شي مطعم؟ ايوا علاش لا؟ لا، انا كنت كنغسل الطباسه. كنت كنبدا كل نهار مع 6:30 حتى لديك 2 تاع الصباح. كنت كندخل من هنا، ما كانش هادي نتاع الحجر، كانت هنا خشبه. كتدخل من هادي، من هنا كاين الدروج والمطبخ الكوزينه هنا لتحت. هاكا انا كنفوت من هنا والكوزينه هنا لتحت. مع 2 الصباح كنغسل الارض نجففها ونطلع هذيك البلانشه من هنا ونحط الزبل حشاك من هنا. والناس راهم كانوا يخرجوا من المطعم. هذا الباب ديالي وانا كنت بلونجور. قول لي كتعاون في كتعاون في الطباسه ياك؟ نعرف السي عبدو نحكي لك واحد القصه جرات يعني من القصص. كنت كناكل هنا، كانوا كيعطيوني الماكله. واحد النهار الطباخ عطى لي الجلبان واللحم، ونقول لك بكل صراحه بديت كنحسب الجلبان شحال من جلبانه، كنحسبها هكذا بالفرشيطه قليله 13 جلبانه اللي عطاك. واسمع، وبديت كنبكي. كيفاش في المغرب الدار البيضاء الخيرات الوالده مسكينه كتمشي للمارشي نتاع بجديه وكتختار 2 كيلو 3 كيلو نتاع الجلبان، تنقيها بيديها وتطيبها باللحم والغلمين. هو عطاك 13 وحسبتهم وبديت كنبكي. واش نولي لبلادي ولا نبقى في هذه البلاد؟ ولكن ما عرفتش شنو اللي كان شادني في هذه البلاد. شنو اللي كان شاد؟ كان شي قوه يعني اقوى من الرغبه ديالي باش ما نوليش المغرب. شفت عبدو البيت اللي كنت نسكن فيها انا، هي هذه. فينا هذه شوف السرجم 1 2 3. في هذا البيت كنت كنسكن، ومن هنا كنت كنمشي للمطعم اللي جينا منه. بيت مضيقه والدخان واللي سكران وبنات وولاد. يعني حياه فوضويه. وهذوك الاصدقاء اللي كانوا عندي هما كانوا كيبيعوا الحشيش
وداك الشين تاع المخدرات في الزنقه، واللي كنت انا نربحو في شهر هما كاينين يديروه في نهار واحد. وشحال من مره كنت باغي نمشي انا ندير بحالهم، وكانوا كيقولوا لا اجي تبيع. كتقول واه انا غروني كندمر السيمانه كامله وكنربح شويه رغم انني كنت باغي نمشي. هنا كنا كنجتمعوا، وكل عشيه كانت واحد الصديقه انجليزيه كتجي لعندي كتقول لي واش تعرف بان المسيح سيدنا عيسى المسيح مات من اجلك؟ هو مات من اجلك، انت مذنب، ولكنه في اليوم الثالث قام من الموت، واذا امنت به راه الله يغفر لك ذنوبك ويعطيك حياه جديده وابديه. ولكن يا صاحبي عاود لي استراليك انت وليتي مسيحي، حيت داك الشيء علاش جينا حنا لهنا. عندك الصح. قلت لك هذاك البيت اللي وريت لك فين كنت كنسكن، وقلت لك على هذيك البنت اللي كانت كتكلم لي على المسيح. كل نهار كتقول لي ودي راه المسيح مات من اجلك. انا ما كنتش كنامن بداك الشيء، لان تعلمنا حوايج اخرين. ولكن الداخل في قلبي كنت كنتسائل واش المسيح يقدر يكون صاحبي صديقي، واش يقدر يفهم الاسئله ديالي، لحقاش انا في المغرب كنت كنتسائل هذه الاسئله. شكون انا؟ شنو هذا الشيء؟ الدنيا، الحياه، المحبه، السلام، كل شيء هذا الشيء، ولكن ما وجدت له جواب. واحد النهار يا اخي عبدو كنت وحدي في بيتي، السما كان مغيم، النهار كله وانا متعارك مع نفسي، كان متعارك، وبديت كنشعر ما معنى الذنوب ديالي، بانني انا خاطئ. بكل صراحه الله شاهد، شفت حياتي كلها فاتت قدامي في رمشه عين، ما شفت فيها حتى شي حاجه مليحه، حتى شي حاجه زينه ولا تشجع ولا تفرح. كيفاش كنتي كتخمم في الحياه ديالك ولا شفتي الحياه؟ لا، شفت ديالي الحياه كلها بحال شي فيلم، بحال شي فيلم، ما كانت شي حاجه مليحه فيها. بديت كنصلي، كنطلب الرجال الصالحين في المغرب اللي كنعرف، ولكن فين هما؟ فين هما في الزمان، في الهواء، فين هما؟ وبديت كنشعر فين الفرق بين الحياه والموت. واش هذه هي الموت؟ هذه ما تقدرش تكون الحياه، لان احنا كنتعذبوا فيها وراك كتعرف بلا ما نكثروا على الكلام. وهكذا بديت فاتت بزاف الحوايج، وكنبكي يا ويلي، شكون يفكني، شكون يعطيني شويه الهناء في قلبي، شكون يريحني، شكون يحرر دروك نفسي. ايوا باش ما نطولوش عاوتاني في الكلام، تفكرت هذيك البنت شنو كانت كتقول لي، وانا جمعت بحال هكذا يدي وبديت كنغوت لله، ارفع عيني في السماء وكنقول يا ربي اغفر لي ذنوبي باسم المسيح ابنك، يا ربي اغفر لي ذنوبي، ونبكي. واش كانت هي كتقول لك هذه البنت؟ هذيك البنت كانت غير مرتين ولا ثلاثه قالت لي ودي راه المسيح مات من اجلك، اذا طلبت الله باسم المسيح الله يغفر لك. وانا ما كنتش نامن بداك الشيء، انا كنت كنتساءل في قلبي، ولكن ايوا حتى شي حاجه ما وقعت في بيتي، الحيوط ما تزعزعوش، ما كان برق، ما كان حتى شي حاجه في البيت، يعني كنت انا هكذا بالدموع وراسي يوجعني ووحدي. وبديت كنقول الله هو با، يعني ابي انا با. الله هو با. واخويا واش نقول لك، بوحدك تبدي تقول الله هو با؟ بوحدي بديت كنقول المسيح با، وانا ما عندي دروك علاش نخاف. ايوا كيفاش الله على الله، كيفاش الله ماشي باك، ولكن زعما دابا واش انت وليتي مسيح، دابا ديك البنت هضرت لك على المسيح وامنتي، واش زعما امنتي باش الوراق؟ لا باش تصاحب معاها باش تبقى ولا كيفاش؟ شوف يا اخي، جيت ما لقيت علاش نركز، حياتي ما كان عندها معنى ولا لذة، ما عندي امل، وانا هجرت بلادي وجيت لهنا، اللي جبرته فرحني. من بعد هذا قال يسوع، قال لهم أنتم طلبوا ليس لأنكم تطلبوني ليس لأنكم شفتوا آيات، بل لأنكم كلتوا من الخبز وشبعتوا.